في 6 أنواع من النساء، لو اتجوزت واحدة منهم اعرف إن والدك ووالدتك وخالك وخالتك وعمك وعمتك وصحابك وجيرانك وقرايبك كلهم داعين عليك. النوع الأولاني هو المرأة الحنانة. المرأة الحنانة اللي هي دايما بتحن لبيت أهلها، ودايما شايفة بيت أهلها أهم من بيت جوزها، وأي حاجة أهلها بيجيبوها بتبقى شايفاها كبيرة جدا، وأنت أي حاجة تجيبها لها شايفاها حاجة صغيرة. النوع التاني هي المرأة المنانة، هي اللي دايما بتمن عليك بأي حاجة تعملها، بتمن عليك بخدمتها ليك، بتمن عليك بتربيتها للأولاد، بتمن عليك بعيشتها ليك. النوع الثالث هي المرأة النمامة. المرأة النمامة اللي هي يعني إيه، بتمشي بالغيبة والنميمة بين الناس، وفلانة عملت وفلانة خلت وفلانة سوت وفلانة قالت وفلانة عادت. النوع الرابع هي المرأة الزنانة، اللي هي دايما لما تكون محتاجة منك حاجة بتفضل تزن على دماغك ليل نهار ما تسكتش. يعني أنت ممكن تكون ظروفك مش سامحة بالحاجة دي، هي دايما بتزن على دماغك. النوع الخامس هي المرأة الدنانة. المرأة الدنانة دي اللي هي دايما بتحب تلف في البيوت، تروح شوية كده عند خالتها، شوية عند عمتها، شوية عند صاحبتها، شوية عند جارتها، يعني ايه ما بتقعدش في حتة. النوع السادس والأخير هو المرأة الفنانة. المرأة الفنانة دايما بتلاقيها مهتمية كده بإيه، بمظاهر الأشياء، عايزة تتزوق وتزوق شكل كده من بره، شكل البيت، شكلها هي نفسها، وهي أصلا يعني في حاجات كتير أهم ما بتركزش عليها. فنصيحة مني، لو أنت تعرف واحدة فيها أي صفة من الصفات دي بلاش تتجوزها.